طيب، فلوج ليلي تيست كده، ايه نشوف الكاميرا هتعمل ايه بالليل، ونشوف المايك اللي انا غيرت مكانه ده، عشان الصراحة عملت فلوج الصبح من التجمع لمدينتي، مش عارف انزله ولا لأ. طويل يعني ساعة الا تلت وما سكتش فيهم تقريبا. بس حقيقي الصوت زبالة يعني، صوتي انا طالع واطي قوي وصوت الهوا عالي قوي، فمش عارف، عايز اشوف كده حاجتين النهاردة: الجو برو ادائها ايه في بالليل، والصوت هيظبط ولا لا يعني. لان الواحد بيتفرج بيشوف الناس، لا قشطة يعني، في ايه، الصوت بيبقى طالع زي الفل وبتاع. طبعا مش عارف اتست قوي برضو دلوقتي، ان انا مش هرايد كتير الصراحة، ان انا ايه تعبت خلاص من الرايد بتاعت الصبح دي. لان يعني فرق لما الواحد يبقى ماشي على 160 مثلا من ان انا ابقى ماشي على 80 ولا حاجة. دلوقتي الصوت غالبا واضح ما فيهوش مشكلة يعني، بس لما كنت ماشي على 160 دي بتكلم وصوتي تقريبا مش طالع يعني. وقد يكون ده عادي يعني، لو ما انت هتتكلم وانت ماشي على 160 ما اكيد صوت الهوا ابن لذينه يعني. فهنكتشف بقى، هنكتشف او نشوف دلوقتي الصوت احسن ولا. المهم انتوا عاملين ايه يا رجاله؟ الواحد برضو بيبقى الايه، طول ما هو مرايد وبره الدنيا تمام وزي الفل، حتى لو قعدت ترايد ساعات، بس مجرد ما روحت البيت كده وخدت دش كده وكلت وبتاع وقعدت وفنيخت، خلاص الكسل. وبعدين ايدي متلجة الصراحة، الدنيا برد برضو شوية. بقيت جسمي تمام، لابس الجاكيت ومقفز والخوذة والنيك وورمر وكل حاجة، بس يا اخي ما بعرفش اسوق بالجلوفز خالص، بتضايقني جدا جدا، فبلبسهاش. فايدي بقى بتبقى متلجة في بالليل كده، واحنا لسه ايه، احنا في شهر مارس اي نعم، بس الشتاء لسه بالليل برضو الدنيا بردت الصراحة. وبعدين عندي النور برضو، النور باظ، النور العادي، فماشي فاتح النور العالي، مع ان النور العادي عندي اقوى من النور العالي، عشان كنت مركب لمبه ليد قويه جدا، عشان ما بشوفش اصلا بالليل كويس. فمش عارف ايه، اللمبه اتحرقت ولا ايه اللي حصل، ولا ما تقولوا بسم الله ما شاء الله كده يا رجاله وانتوا بتتفرجوا. نزلت الفلوج من هنا اللمبه اتحرقت على طول. قشطة عليكم. حاجات ساعات. طلعنا يا باشا، ودينا ايه، ودينا شمال كده نلف ونرجع. شكرا طنط سميرة. بقعد انا اتكلم وفي الاخر ما نزلش الفلوجات، اقعد ارغي وفي الاخر مفيش حاجة تنزل اصلا. حاجة جديدة بقى، الواحد ايه محتاج ان هو يظبطها، واللي يتفرج ولا ما يتفرجش يتفرج برضو. طيب كده هوا شوية اهو، معرفش بقى ايه الصوت طالع عامل ازاي، والانجل بتاع الكاميرا برضو انا غيرته شوية اهو، والسيتنجز، فهنشوف يعني. هو ده تيست الصراحة مش اكتر، رايد سريعة. هي الدنيا منورة شوية والله يعني، مش ضلمة كحل يعني، بس هو الجو برو ادائها مش حلو قوي في عموما في الضلمة يعني. يا اخي برضو مهما بتبقى تعبان تركب كده شويه، تعمل شويه سرعه كده، ايه تشوب باتيكاليتو، تتحمس برضو على طول. لا ممتع الصراحه يعني، مفيش ما اكذبش عليكم، الحوار ممتع. انا من وانا طفل اصلا صغير يعني في المدرسه نفسي اجيب موتوسيكل، بس اهلي طول عمرهم مش موافقين. طبعا انت الاهالي في مصر بيبقوا خايفين بقى ومش عارف ايه على الواحد، بالنسبه لهم اي حد بيعمل موتوسيكل ده لازم يعمل حادثه ويموت يعني، خلاص هي كده، ما فيش حل تاني يعني. فبيبقى في رفض شديد. فالواحد بقى لما بيكبر ويستقل بيحقق ايه، احلام الطفوله، احلام الطفوله. بس والله سبحان الله لعل يعني ايه، طبعا ممكن برضو يحصل حادثه وممكن يحصل اي حاجه، ربنا يحفظنا يعني. واحد نسي يقول دعاء الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بس يمكن ده حمل واحد شويه يعني، الواحد وهو ايه شاب لسه، وفي 18 19 20 21 22 23 24 25 لسه في طيش كده، فكان ممكن الواحد يتهور برضه شويه، الله اعلم ما تفهمش.
فسبحان الله يعني ربنا مقدر الاقدار. اكيد ما كانش ساعتها اوبشن كويس ان انا اجيب موتوسيكل فوق ال30 بقى الوضع مختلف. الطيش بتاع زمان ده ايه مش موجود خلاص. انا زي ما بقول لكم اصلا في الفلوج اللي فات والفلوج بتاع الصبح لو نزل، الواحد اصلا ايه سايق على قده كده وفي بالراحه وفي اللذيذ بيعملش حاجات متهوره قوي لان سيفتي فيرست. برضه الواحد عنده اسره ومش عارف ايه وفي مسؤوليه وكده، غير لما تكون شاب كده مع نفسك فاهم، مش فارق معاك حاجه في الحياه، مع ان غلط برضه طبعا يعني، بس هو ده بيبقى تفكير الواحد ساعتها يعني، ما كلنا مرينا بهذه المرحله يعني، فبتفرق طبعا. ورينا كده يا عم نلعب شويه. والله المفروض ان انا هنهي الرايد اصلا خلاص، دخلتي اللي هركن فيها الموتوسيكل من هنا، بس مش عارف يا اخي الواحد برضو ايه، نطلع واحده مطار ولا ايه؟ ممكن ناخد واحده مطار كده تصدق، ولا فاكس مش عارف. لا حاسس انه فاكس عامه. بقول لك يا عم انا هتجه، مش هلحق اخش هنا ولا هلحق؟ اوكي ثانك يو. ولا ايه التردد ده مش حلو. انا دخلت خلاص في السمول رود، دخلت في السمول رود يا باشا. ايه يا جماعه، ايه يا باشا، ايه يا باشا، امشي يا باشا، اتجه يا باشا، اتجه يا باشا. كنت عايز تقف تعاكس ولا ايه يا باشا؟ احترم نفسك. هو النور بتاعي اشتغل ولا ايه؟ ولا ده نور العربيه اللي ورايا؟ ماشي. انا بقول برضو في الدنيا منوره. تعمل ايه؟ طورش عشان ما تتعورش، او انا اللي ما اتعورش يعني بمعنى اصح. في هنا حفرة تقريبا ولا ايه؟ كان في حتة كده نقرة مش ظريفة وفيها رملة، فالواحد برضو مش عايز يتزحلق. هي دي اهي. اوبا اللولو. اوبا اللولو الكولو المولو. اوعى تقول له انت كلولو شولو بولو. يا ترى في حاجة باينة اصلا في الهبل اللي الواحد بيعمله ده؟ ما انه المجهول. صديقي العزيز اللذيذ، هذا ما سوف نعرفه بعد ما نروح او بعد ما ننزل من على البايك. يا لو الواحد كان في لاتفيا مثلا، ولاتفيا دي كانت جواها زي مصر كده طول السنة، اللي هو ممكن تركب موتوسيكلات طول السنة، لان في لاتفيا هو الصيف بس اللي ممكن تركب فيه موتوسيكل، غير كده مع السلامة يعني. وكان في غابات بقى وبتاع، والواحد يركب موتوسيكلات طول السنة في الغابة كده مع نفسه في الطبيعة، يا نهار ابيض مش هقعد في البيت 5 دقايق. لكن سبحان الله مفيش حاجة كاملة يا باشا، لذلك علينا ان نسعى ونجتهد لدخول الجنة، فيكون هذا هو المراد من الدنيا. لأننا مهما سعينا في هذه الدنيا فالإنسان ما بيملاش عينه غير التراب. مهما عملت وحققت هتبقى عايز وعايز وعايز واكتر واكتر، وده مش عاجبك وده عاجبك. وسبحان الله يعني الواحد لازم يقول الحمد لله. في غيرنا دلوقتي ايه اللي بيموتوا من الجوع. شيء محزن يا اخي والله. شيء محزن. يا اخي تصدق مش عايز اروح بعد ما نزلت تاني، مش عارف. الاكستروفرت اللي جوايا بيقول لي ايه، خد رايد كده وخد اطلع، خد طريق المطار وانزل مصر الجديدة، وخد واحدة صلاح سالم في واحدة طريق السويس، ما تفهمش كده ايه. يقول لي ما تمشيش عكسي برضو، بس ايه حتة صغيرة على الطرف كده.
اي لا بس هننهي يا رجاله، هننهي. يلا نراكم في المرة القادمة. تيست ارجون.